جميله، عمليه جميله كوشام اللي غيعطي التمريره. هذوما الكرات يعني التوغل وسط مربع العمليات، وهذا هو المطلوب والمهم يعني باش نقول لك كنتكلموا على انه في الكره الحديثه يجب على كل تمريره تكون وراء الظهر في الانترفال. كنقولوا حنا ما بين المدافعين انك كتعطي قوه اللي طالب الكره وكتوضع المدافع في حرج. الشيء اللي كيجيب لك بحال هذا الشكل بحال الضربات لانه الممر منين طلب الكره ورا ظهر المدافع حنا كنشاهدوها من مختلف الزوايا. شنو على المدافع اللي يشد فعلى راه سرعت بعد الاختلاط راه كيطلبوا، ولكن ديك التمريره ما كان يلعب راسو فعاود ما كيمرر خصو يقلب خصو يدير شي حاجه، وبالتالي كيضر الفرقه بزاف. ولو ان ما يفرحنا الان هو الهدفان اللذين اهلنا الى دور المجموعات، ونحن نتابع. لو سمحتي حنا غنشاهدوا ضربه جزاء اللي احتجوا عليها واضحه بشكل ما عرفتش هو كاين الشد هنا كيبين على انه مثلا الفريق السوداني كان كيلعب بدون عقلانيه، وكاين هناك هذا الشيء مبتدئ. هذه العمليه ديال هذا المدافع اللي عملها كيعملوها الناس اللي مبتدئين، لانه هو المدافع المهاجم عاطي بالظهر ديالو وعندك قدره انه يدور مثلا ما عنده ما يدير، ولكن باش تضرب به الرجل اللي كانت عليها